انت لسه قادر ولا مستنزف؟ تصحى من النوم حاسس ان اليوم تقيل قبل ما يبدا، تخلص شغل من غير اي احساس بالانجاز، بتتاخر في قرارات بسيطه، بتتضايق من حاجات صغيره، بتحس انك مطفي. دي مش علامات ضعف، دي اشارات. والذكي مش اللي يتجاهلها، الذكي اللي يسمعها بدري. اهلا بيكم في ميتنج، انا دكتور محمد عثمان، والنهارده هنتكلم عن اداره الطاقه. اداره الطاقه هي انك تعرف امتى تكمل، امتى تهدى، امتى تقول لا، وامتى تعترف انك محتاج تغير طريقتك. في ناس حاولت كتير واستحملت كتير لحد ما بقى مفيش طاقه تكمل بيها. اداره الطاقه مش انك تتحفز ولا انك تشحن نفسك بكلمتين، هي قدرتك انك تكمل من غير ما تتكسر، قدرتك انك تفكر بهدوء وتختار وتتعامل مع الناس من غير ما تبقى عصبي او مطفي. المشكله اننا بقينا نعيش في استنزاف دايم ونفتكره طبيعي، نشتغل زياده ونسميه التزام، نستحمل اكتر من طاقتنا ونسميه جدعنه، محاولات ارضاء زياده، ونسكت على حاجات وجعتنا ونسميه نضج، ومع الوقت نلاقي نفسنا مش طايقين حاجات كنا بنحبها. اللي ما بيديرش طاقته بيستنزف نفسه ويسميها مسؤوليه. الطاقه مش احساس، الطاقه قدره. علم النفس بيبص للطاقه مش كحماس لكن كقدره، قدرتك على التركيز، الاحتمال، اتخاذ قرار، تعامل مع البشر. لما الطاقه تقل اول حاجه بتقع مش الشغل ولا العلاقات، انت تبقى عصبي، اضعف، علاقات تتاثر، او ساكت زياده، مش عشان اتغيرت، عشان بقيت مستهلك. والخطر الحقيقي مش في التعب، الخطر في انك تتعود عليه وتفتكره جزء من شخصيتك. خليني اقول لك ايه الحل. الحل مش انك تزود طاقتك، الحل انك تقلل اللي بيسحبها. مش كل حاجه مهمه، في شغل شكله نجاح بس بياكلك، وفي علاقات شكلها دعم بس بتستنزفك. ابعد عن اللي بيستنزفك، خصص وقت لنفسك، افصل بين الشغل وحياتك، نام كفايه، اكل صحي، اسمع للناس بس مش لازم تنفذ كل النصايح. في فرق بين التحمل والتجاهل. التحمل اختيار واعي، تجاهل انكار، وبيظهر فجأة في اعصابك او صحتك واقرب الناس ليك. مش كل اللي تقدر عليه لازم تعمله. القوة مش انك تشيل كل حاجة، القوة انك تختار اللي هتشيله وايه اللي تسيبه، واعرف نفسك كويس وخلي عندك وعي. انت يمكن مش محتاج خطة جديدة، يمكن محتاج طريقة حياة جديدة، طريقة تحافظ بيها على طاقتك زي ما بتحافظ بيها على شغلك. لان الحقيقة اللي ما بيديرش طاقته هينجح شوية وبعدين هيتعب كتير قوي. إدارة الطاقة مش رفاهية، دي مهارة بقاء في زمن بيستهلك الإنسان قبل ما يستهلك الوقت. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن إدارة الطاقة.